في نوع إدمان أخطر من المخدرات. إدمان بيسرق وقتك، بيضيع حياتك، وبيبقى معاك طول اليوم وانت مش حاسس. تخيل انك بتصحى كل يوم وأول حاجة بتفكر فيها مش شغلك ولا مذاكرتك ولا حتى هدفك. كل اللي بتفكر فيه هو هل الشخص ده كلمني، هل رد على الرسالة بتاعتي، ولو مردش عليك تبدأ تحس إن في حاجة غلط، فتبدأ تحاول تشغل نفسك بأي حاجة ترجع تستناه. هو ده إدمان العلاقات. خلينا نفهم الاول يعني ايه ادمان. الادمان مش بيكون عباره انك بتتعاطى مواد مخدره وما تقدرش تعيش من غيرها والحاجات اللي بنشوفها في الافلام دي. الادمان ممكن يكون ادمان سلوكي زي انك تدمن السوشيال ميديا والالعاب، وحتى موضوعنا النهارده العلاقات. ادمان العلاقات هو انك تكون متعلق بشخص لدرجه انك ما تقدرش تعيش حياتك من غيره. يومك ما يبداش غير بيه، تكلمه فما يردش عليك، فتكلمه تاني فما يردش عليك برضه. حياتك كلها متمحوره حول الشخص ده، تضحي بكل حاجه في حياتك في سبيل القعده معاه، في سبيل الخروجه معاه. والمشكله من كتر تركيزك مع الشخص ده ما بتكونش شايف ان في حاجه غلط او في ان حاجه محتاجه تتغير او تتصلح، وبيكون تعلقك بالشخص ده هو الحاجه اللي بتسحبك لتحت، في سبيل انك بتكون شايفه هو مركب النجاه اللي هيحل لك كل مشاكلك ويسهل لك حياتك. ممكن الشخص ده يكون والدك او والدتك او اخوك الكبير او صاحبك، او ممكن يكون شريك حياتك او حياتك لو وصل لدرجه معينه من التعلق. والتعلق ده بيكون بسبب انك بتخلط بين حاجتين: الاحتياج والتوقع. الاحتياج هو انك تحس ان في حد بيخاف عليك وبيحبك، حد بيسأل عليك وانت مش موجود، حد بيخاف عليك، حد بيخاف يجرحك او بيخاف يقول كلمة ما تعجبكش، حد انت عارف لو طلبت منه اي حاجة مش هيتأخر عليك. اما التوقع بيكون هو انك لما تبعت رسالة للشخص ده يرد عليك في وقتها، لما ترن عليه في اي وقت يرد عليك، يسيب كل حاجة ويسيب كل اللي في ايده ويكون متفرغ لك انت بس 24 ساعة. وده مش طبيعي ومش في الواقع. احنا كلنا بنلعب دور في حياة بعض، فلما بيحصل والشخص اللي قدامنا بيغير السيناريو بتاعه وبيخرج عن المألوف، فبنحاول احنا نغير من السيناريو بتاعنا او نغير من طبيعتنا ومن شخصيتنا ومن اهدافنا عشان نحاول نرضي الشخص التاني ده، ونحاول قدر الممكن نخليه معانا ويكون جنبنا، في سبيل ان ده يوصلنا لنفس الهدف او لنفس الغاية، او ان احنا الاتنين نعدي من الحياة بسهولة. وكل واحد مننا بيختار الدور بتاعه. فلما يحصل ان الشخص اللي معانا يخرج عن السيناريو المكتوب او الحاجات اللي احنا متعودين عليها منه والمواقف بتاعته، فبنحاول احنا نغير من نفسنا ونغير من طبيعتنا في سبيل ان الشخص التاني ده يرجع يعاملنا بنفس الطريقه اللي كان بيعاملنا بيها قبل كده. فنحاول نغير من نفسنا ونحاول نغير من اهدافنا ونغير من طبيعنا عشان نحاول نرضيه، وبننسى ان كل واحد مننا له حياته وله اهدافه لازم يسعى ان هو يحققها بنفسه، وما يكونش في حد بيساعده او يسنده وهو بيحاول يحقق الاهداف دي. والاسباب اللي بتخليك تغير حياتك عشان تخلي الشخص التاني ده جنبك هي 3 حاجات. اول حاجه معانا هو انك ما عندكش حياه تتعاش اصلا، فراغ داخلي، انك ما بتكونش حافظ السيناريو بتاعك، بتحاول تدور على اي حد ناجح او اي حد وصل لاهدافه او اي حد بيحاول يسعى انه يحقق اهدافه، وتحاول تكون جنبه وتكون معاه في سبيل ان الحاجه دي او الراجل ده يوصلك لهدفك وانه يساعدك ويزوقك. وبتنسى ان انت محتاج تبذل مجهود وتعرف نفسك وتهتم بنفسك وتهتم بصحتك عشان توصل لاهدافك دي وتحققها. فبتحاول على قد ما تقدر ما تبذلش مجهود وما تتعبش في سبيل ان انت تكون جنب الشخص ده، لان هو هيوصل لاهدافه، فطبيعي انا هوصل لاهدافي واكون زيه، وده مش طبيعي. فممكن الشخص ده يكون له اهداف مختلفه عن اهدافك، او هو ممكن يكون سعيد في حياته دلوقتي ومش عايز يحقق اي حاجه تاني، فيبدا العقل اللاواعي بتاعك يقول لا احنا هنخليه جنبنا ونخليه يكون ليه اهداف لان احنا شايفينه سعيد، فهنخليه يكون ليه اهداف عشان احنا نوصل لنفس مرحله السعاده بتاعته ونكون راضيين عن حياتنا زي ما هو راضي عن حياته. فتبدا ولانك ما بتسعاش على هدفك تحس ان انت فاضي وملكش قيمه وما بتحاولش تحقق اي حاجه، فتبدا تكون محبط، تكون مكتئب ومش طايق نفسك، فتبدا تركز مع الشخص ده اكتر وتحاول تخليه يكون ليه هدف، وتبدا تقلل من نفسك اكتر في سبيل ان الشخص ده لما يبدا يحدد اهدافه، لما يبدا يكون له طموح ويبدا يشتغل على الحاجه اللي في ايده دي، تبدا انت برضو تشتغل على مهامك وتبدا تشوف نفسك وتطور من نفسك، في سبيل انك لو وفرت الطاقه اللي انت بتبذلها على الشخص التاني ده في انك تركز على اهدافك وتركز على نفسك وتركز على حياتك، هتلاقي نفسك بتوصل لاهدافك باريحيه وسهوله وفي وقت اسرع، طاقه اقل من اللي انت كنت بتبذلها مع الشخص التاني ده اللي هو اصلا سعيد في حياته ومش محتاجك فيها. تاني حاجه هي خوف الفقر، انك تعيش حياتك وحيد، محدش يسأل عليك، محدش يشوفك انت بتعمل ايه ولا عايش حياتك ازاي. وده طبيعي، احنا كبشر بالمين نكون منتمين لفئة معينة او لناس معينة، لما نغيب بيسألوا علينا، ناس بيحبونا مش لأي حاجة، بيحبونا لنفسنا بس مش اي حاجة تانية. ناس بيميلوا انهم يشوفوك احسن كل يوم، احسن حتى منهم، والناس دي هي عيلتك هم الاشخاص الوحيدين اللي قادرين يغيروه، الاشخاص اللي انت هتلاقي بطبيعتهم هم شبهك، نفس تصرفاتك نفس افعالك. اكيد هيكون في حاجات غلط
وده طبيعي لان احنا كبشر مش كاملين بسبب المواقف اللي احنا بنمر بيها والمواقف والتجارب اللي كل شخص لوحده بيعدي بيها في حياته. فشخصيتك هتكون تجسيد لعيلتك، فانت حاول تغير من شخصيتك لناس هم اصلا شبهك، هم انت، فتحاول تغير من شخصيتك وحاول دايما تغير نفسك للاحسن من خلال عيلتك مش من خلال حد تاني. واعرف ان في حاجات دايما مش هتعرف تغيرها، حاجات دايما هتجرك لورا. وتالت حاجة هو الماضي، ماضيك اللي انت بتحاول كل مرة تهرب منه، بتحاول على قد ما تقدر تتجنبه، ما بتخشش معاه في المواجهه عشان ما تسترجعش الذكريات اللي انت مريت بيها قبل كده في حياتك وقفت عندها ما قدرتش تتخطاها لحد دلوقتي. اي حاجه بتحاول تفكرك بالماضي ده بتحاول تهرب منها، وبتحاول على قد ما تقدر انها ما تجيش في حياتك وانك ما تتعرضش ليها تاني، عشان زي ما قلنا ما تحاولش تسترجع الذكريات او الشعور اللي كان خلاك مش طايق نفسك او اللي كان خلاك مش قادر تكمل حياتك، عشان ما تفتكروش تاني وما تفتكرش الذكريات دي وما تأثرش على حياتك بالسلب تاني. والحل هنا انك تواجه ماضيك وتتأكد ان المواقف اللي انت مريت بيها قبل كده هي اللي وصلتك للمرحلة اللي انت فيها دلوقتي، ومن غيرها ما كنتش هتكون نفس الشخص ده بنفس الشخصية اللي هو موجود عليها دلوقتي. هتلاقي نفسك لو انت بتواجه مشاكل دراسية هتقول لنفسك طب ما انا هذاكر ليه؟ طب ما انا قبل كده في الثانوية ذاكرت وما توفقتش. تنسى ان ربنا ما بيجازيش على النتيجة، ربنا الجزاء عنده بيكون على السعي في سبيل الهدف ايا كانت النتيجة. لازم تتأكد ان ربنا عمره ما يقارن بين الشخص اللي سعى عشان يحقق الحاجه دي وموصلهاش والشخص التاني اللي وصل للحاجه دي مع انه ما سعاش وانه ما عملش اللي عليه. طب اعمل ايه وايه الحاجات اللي لازم اتبعها؟ لازم تفهم ان الدنيا هيكون فيها مواقف انت ما كنتش تتمنى انها تحصل، مواقف هتمر عليك وهتتمنى ان انت تنساها وانك ما تتعرضش لنفس المواقف دي تاني. والحل دايما بيكون انك تقرب من نفسك وتفهم نفسك، ما تقربش من حد تاني عشان تحاول تنسى نفسك وتحاول تنسى الذكريات اللي انت مريت بيها وتعرضت ليها قبل كده. ركز على نفسك، انت مش حد تاني. لازم يكون لك هدف انت بتصحى تفكر فيه، عايش حياتك كلها في سبيل انك تحقق الهدف ده، ولازم يكون هدفك الاساسي هو انك تخش الجنة. لازم تركز في حياتك وتعرف انت عايز منها ايه، وما تخليش تركيزك على هدفك والغاية من حياتك ينسوك نفسك وينسوك انت عايش ليه وبتعمل ايه، عشان ممكن اصلا هدفك ده يتحول لادمان بعد كده فيخليك تنسى نفسك اصلا وتنسى انت بتعمل ايه في حياتك. شوف ايه الاعمال اللي انت عملتها وخلتك سعيد وطاير من الفرحة وحاول تكتر منها. حاول تقرب من ربنا دايما وتخليه قدامك في كل حاجة انت بتعملها. حاول تكون جاد مع نفسك قدام نفسك عشان تحاول تحقق حاجة لنفسك. لما تشتغل على نفسك وتحط حدود لنفسك هتلاقي نفسك بتحب نفسك اكتر، وفي نفس الوقت بتكون علاقات صحية مع الناس ومع اهلك. في النهاية اغلى حاجة ممكن تكسبها في الحياة مش الفلوس ولا الشهرة، اغلى حاجة ممكن تكسبها فعلا هي ناس بتحبك بجد، ناس بتخاف عليك، ناس بيفرحوا لفرحك وبيشاركوك في حزنك. لكن قبل ما تدور على الحب ده عند غيرك حاول تلاقيه جوه نفسك الاول. لازم تحب نفسك وتحترمها وتقدرها، لانك لما تحب نفسك بجد هتعرف مين اللي يستاهل يكون جنبك ومين لا. ما تخليش الدنيا تسرقك من نفسك ومن اللي بيحبوك بجد، لانك في اخر الطريق مش هيكون جنبك الناس اللي انت كسبتهم، اللي هيكون جنبك فعلا هم الناس اللي بيحبوك واهمهم نفسك. حاول على قد ما تقدر تهتم بنفسك. سلام.